هاي، أنا وصال، وفي حلقة النهاردة هقولك 5 إشارات إن ربنا بيجهزك لحاجة أكبر. رقم 1، الوحدة. بتلاقي نفسك مش حواليكي حد، ومعظم الناس بعدت عنك، وجواكي فراغ كبير قوي قوي قوي. حتى لو روحتي أماكن كتيرة وفيها ناس وعملتي اكتيفيتيز كتير، تفضلي حاسة من جواكي إنك وحيد. لازم تكوني فاهمة حاجة كويس قوي، إن ده جزء من تجهيزك لمرحلة جديدة، أو إن ربنا بيحضرك لمرحلة تانية. وده اللي هشرحه في المراحل اللي بتيجي بعد كده، واللي بتأكد لك ان دي مجرد فترة او حاجة انتقالية تجهزك لمرحلة تانية. رقم 2، التأخير، وبالذات باكتر حاجة قلبك بيتمناها. ممكن تكوني بتدعي ربنا بيها كتير، بتصلي قيام ليل، تتصدقي، تعملي حاجات كتيرة قوي، في امنية معينة قلبك متعلق بيها جامد قوي قوي قوي، والدنيا كلها بتتيسر في كل حاجة وفي معظم الحاجات اللي حتى مش بتطلبيها. بس الحاجة اللي قلبك وروحك متعلقين بيها جامد قوي قوي قوي، هي دي اكتر حاجة تتأخر عنك. لازم تكوني عارفة كويس قوي ان دي مش سهلة ان انت تمري بيها، ولازم تكوني عارفة ازاي تتعاملي معاها وازاي تفهميها كويس قوي، لان دي مرحلة ذو حدين. يا اما ربنا هيكافئك جامد قوي قوي على صبرك وبيجهزك لحاجة اعظم من اللي انت بتتخيليها، يا اما نفسك وشيطانك هيخليكي تيأسي من رحمة ربنا، تفتكري ان ربنا مش سامعك. لا، هو ربنا سامعك كويس قوي، ومن غير ما تتكلمي هو عارفك وسامعك وعارف انت عايزة ايه كويس جدا جدا جدا، لانه ربنا اقرب لينا من حبل الوريد. فلو انت بتمري بالمرحلة دي وفوق منها انك وحيدة، لازم تكوني فاهماها كويس، والفيديو ده يكون زي اشارة ليكي انك تعرفي ان دي مجرد ستيج او مرحلة زي ما قلتلك، وهتعدي منها، وان انت تكوني صبورة وقوية من جواكي كفاية ان انت تفهمي ده، وانك تكوني عارفة ومتأكدة 100%. زي كده الشمس بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب، لازم تكوني عارفة ومتأكدة ان ربنا سامعك، وان اللي انت عايزاه هيحصل لا محالة. رقم 3، فقدان الاشخاص، وبالذات اكتر ناس حياتك متوقفة عليهم. لازم تعرفي طالما انت في حياتك دايره معينه، والدايره دي بداتي تخسريها كلها، سواء مثلا حد انت بتحبيه ومرتبه كل حياتك معاه، صحابك او البيست فريندز بتوعك، ناس من اهلك، ناس من قرايبك، شغل انت متمسكه بيه قوي، حلم معين بتجري وراه، وفجاه لقيتي الحياه بتخسرك كل دول مره واحده، وبقيتي ما عندكيش اي حاجه، لا شخص تتسندي عليه، ولا فلوس، ولا شغل، ولا اهل، ولا قرايب، ولا امل، والدنيا كانها اتحولت للون الاسود بالظبط في عينيكي. مره واحده خسرتي كل حاجه، وفوق ده كله انت حاسه انك وحيده، وحاسه ان اكتر حاجه قلبك بيتمناها مش بتحصل. ولازم تكوني فاهمه حاجه، لو انت ده بيحصل لك وانت علاقتك بربنا كويسه، وانت شخصيه من جواكي فعلا نقيه، مش بتاذي الناس، مش عامله ذنوب كبيره في حياتك، يعني مش بتاذي حد، مش بتظلمي حد، ما سرقتيش، ما قتلتيش، ما عملتيش اي حاجه كبيره قوي في الدنيا تدفعي ثمنها بعد كده، افهمي كويس ان دي مجرد مرحله انتقاليه. ربنا بيديكي الشعور ده دلوقتي عشان يجهزك لحاجه تانية بعدين اكبر واحسن واجمل واهم بكتير قوي. خليكي عارفه كمان حاجه مهمه قوي، لما بتفضلي في الكومفورت زون مده طويله، بتبقي رافضه انك تخرجي منها، او عنيده مع نفسك، عايزه تفضلي في الحال اللي انت عليه ده طول عمرك، وده مش كويس اصلا. خليكي عارفه ان ربنا هيختبرك بالطريقه دي علشان يخرجك من المكان اللي انت فيه لمكان تاني او حياه تانية. ففهمي كويس ان كل دي مراحل انتقاليه، بنتقل، فلازم اتعب شويه، لازم اواجه حاجات اصعب من اللي شخصيتي متعوده عليه. وفهمي برضو نقطه كمان، لو انت فقدتي ناس كتيره قوي حياتك كانت مرتبطه بيهم، كان عندك ليهم تعلق مرضي، ربنا خدهم منك، وانت عملتي محاولات كتيره قوي، ويمكن عملتي المستحيل علشان تخليهم في حياتك، وحاولتي واستنيتي وصبرتي والتمستي العذر، وحاولتي تصلحي تقربي منهم اكتر، وتغيري مثلا من عيوب انت كنتي فاكراها عندك عشان ترضيهم، ومع ذلك صمموا ان هم يبعدوا عنك. لازم تعرفي ان دي اشاره من ربنا. ربنا شايفك في الحياه الجديده، مش حواليك الناس دي مش هينفع يكونوا معاكي، لان هم مش هيبقوا جزء من التطور بتاعك او من شخصيتك الجديده. الحياه اللي انت رايحه لها او المرحله الجديده اللي انت داخله عليها مش هتنفع ومش هتكمل بوجود الناس دول من حواليكي، فهيبداوا يسقطوا واحد ورا التاني. وصدقيني صدقيني، اللي ما اختاركيش at your worst او في اسوأ حالاتك ما يستحقكيش في your best version، يعني ما يستاهلكيش في احسن نسخه من نفسك. وانا ده واجهته personally، كان حواليا ناس كده، وحصل لي كام دروب في حياتي، وما كنتش احسن نسخه من نفسي، وفي ناس اتخلت عني، والناس دي انا كنت متمسكه بيها قوي، وتخلوا عني بلا رحمه، ومن غير حتى تفسير، ومن غير اي مبررات. وبعدها انا وقفت على رجلي، والحمد لله يعني لسه بحاول ابقى كويسه تاني. اللي انا فاكراهم هم الناس اللي انا لما كنت في اسوأ نسخه وفي اسوأ مرحله، اكتر واحده مكتئبه، شايفه الحياه بصوره وحشه، متكسره على مليون حته، وعايزه اللي ياخد بايدي، الناس اللي كنت عايزاهم يساعدوني
يساعدوني في الوقت ده، او على الاقل يدعموني بكلام او يحسسوني ان لسه في امل، الناس دول اتخلوا عني بلا سبب واحد. وحاولت وبذلت مجهود وحاجات كتيره قوي، رغم انه انا كنت معاهم في اسوأ نسخه منهم وفي اسوأ المراحل بتاعتهم، خدت بايديهم ووقفت جنبهم وكل الكلام ده. بس لما الحياه جت عندي وكنت بعاني من مشاكل معينه، كنت عايزه حد جنبي، ما لقيتش الناس دول، لقيت ناس تانية خالص. يعني حتى ما كنتش اتوقع انه ممكن دول يبقوا واقفين جنبي. ربنا بعت لي ناس جديده في حياتي من غير اي سعي مني ومن غير حتى اي محاوله، كانوا موجودين وكانوا حاسين بيا من غير ما اتكلم. ودي كانت اكتر حاجه اكدت لي انه ربنا مش بيسيب حد لوحده. الناس دول كانوا مجرد رساله من ربنا خلاهم موجودين عشان يسمعوني كلام معين او يساعدوني بطريقه معينه علشان اتجاوز المرحله اللي انا كنت فيها. فارجوكي لو انت بتمري بحاجه او حاجتين من اللي انا قلتهم قبل كده او اكتر، لازم تكوني عارفه ان دي حاجه زي اختبار وانت هتعدي منه. ما تخرجيش منه وانت مكتئبه وانت خسرانه نفسك زي ما حصل لي، لانه ده بجد بتدفعي ثمنه كتير قوي من نفسك تاني عشان ترجعي. كلنا عندنا مشاكل وكلنا بنمر بابس اند داون، وفي ناس بيبقى عندها حاجات كبيره قوي ممكن عقلنا ما يتخيلهاش. ساعات انا كنت بشوف ناس عندها مشاكل حقيقيه قوي في حياتها، كنت بقعد اقول لنفسي الحمد لله انا ربنا ما ابتلانيش في الحاجه دي، ربنا يا رب يفك كربهم. وبرجع لحياتي تاني بكون متضايقه ومش حابه الخساره اللي انا خسرتها او النفسيه اللي انا وصلت لها، بس كنت بقول لنفسي لا، ده في اوضاع اسوأ من كده بكتير. انا الحمد لله انا ربنا معايا، انا ربنا واقف جنبي وهخرج من المرحله دي كده. رابع حاجه الملل المفاجئ. ما بقاش في حاجه بتعجبك، الاماكن اللي كنتي بتنبسطي فيها ما بقيتيش تحبيها زي الاول، الحاجات اللي كنتي بتعمليها زمان وبتاثر في نفسيتك وفي مودك ما بقتش تعمل اي تاثير. مش معنى كده انه انتي ما بقاش جواكي حياه او فقدتي الشغف او الكلام ده، لا، الموضوع مش كده. انتي بتتجهزي لمرحله تانية، انتي هيبقى في منك نسخه جديده عندها اهتمامات تانية وعندها حياه احسن وتفاصيل جديده، وهيبقى لك كيان جديد بالكامل غير القديم. يعني مش معنى ان انت الحاجات اللي كنتي بتحبيها زمان ما بقيتيش تحبيها دلوقتي ان انت كده خلاص بقيتي ميته من جواكي. انت مجرد بتتجهزي لمرحله تانية. وانا بقول في حلقاتي دايما نسختك اللي في العشرينات غير نسختك اللي في الثلاثينات غير اللي في الاربعينات غير اللي في الخمسينات. فما تقفيش مذهوله قدام التغيير اللي بيحصل في حياتك، انه ايه ده، انا ازاي ما بقيتش بحب اعمل الحاجه دي. عادي بجد، ما تستغربيش. انتي بتتأهلي لمرحلة جديدة، هيبقى لك اهتمام تاني وهيبقى لك حاجة تانية بتحبيها واهتمامات جديدة وهوايات جديدة وصحاب جداد وحياة اجدد. فانا دايما مؤمنة بالموضوع ده، ان احنا فيرجنز، احنا نسخ. فلازم تكوني فاهمة كويس ان لو حسيتي بالملل من كل حاجة كنتي بتعمليها زمان او مش لاقية نفسك زي الاول، فدي مجرد مرحلة هتعديها ويبقى لك اهتمامات تانية وحاجات تكسر الملل بتاعك ده بقى خالص ومش هيبقى موجود تاني. اخر واهم حاجة، احساس انك مش في مكانك، او زي ما بيقولوا شعور عدم الانتماء. والشعور ده هو اللي خلاني اسيب حاجات كتير قوي كنت بعملها في حياتي من وانا صغيره عشان مش حاسه بالانتماء فيها. بخصوص الشعور ده، في قصه مشهوره قوي اليومين دول على انستجرام بتاعه بطريق كان ماشي مع القطيع بتاعه. ده كان فيلم وثائقي اتصور سنه 2007 واتوينت فايرل في 2026 على انستجرام. الملخص بتاعه انه كانوا مجموعه من البطاريق ماشيين مع بعض، وده الوحيد اللي سابهم ومشي. حاولوا يرجعوه تاني بس برضه فضل مصمم ان هو يمشي. كان ماشي بغضب وكان ماشي بسرعه لانه كان حاسس بعدم الانتماء. الطريق اللي كان ماشي فيه كان طريق برد جدا، مفيهوش شمس ومفيهوش اكل، وسموه علميا الطريق الكارثي، يعني حاجه ما فيهاش حياه واللي بيروح هناك مش راجع. ومع ذلك البطريق ده فضل ماشي كتير قوي، الاف الكيلومترات، وفضل مكمل في طريقه ومرضيش ابدا يمشي مع القطيع او المستعمره بتاعته لانه حاسس بعدم الانتماء. الفيديو ده كان مكتوب عليه انه البطريق في النهايه خسر حياته بس ألهم ملايين من البشر، رغم ان هو مجرد حيوان بس ألهم ناس كتيره قوي. انا واحده من الناس دول اللي شجعني انه انا اكمل في طريقي، اي مكان حاسه فيه بعدم الانتماء اسيبه وامشي على طول حتى لو حصل ايه مهما كانت النتيجه. بس اهم حاجه ان انا احس في النهايه ان انا مرتاحه وان انا في المكان اللي شبهي، او الحاجه اللي بتخليني اتالق او تخليني اسعد او حاسه بنفسي اكتر. اهم حاجه احس ان انا في المكان اللي بيعبر عني، او احس انه دي وصال بتعمل الحاجه اللي هي بتحبها، وانه التعب اللي فات ده كله كان يستاهل النتيجه اللي انا عايشاها. فلو انتي في مكان وحاسه فيه بعدم الانتماء، شخص في حياتك، شغل انتي بتشتغليه، شله صحاب، شكل حياه او لايف ستايل معين اتفرض عليكي او اتولدتي لقيتي نفسك فيه، حاسه نفسك مش انتي، على طول ساكته مكشره، على طول حاسه ان في حاجه ميته جواكي، شعور عدم الانتماء، حاسه انك غريبه، مش ده المكان اللي انا المفروض المع فيه او اتالق فيه، اعرفي ان ربنا
ربنا خلق الشعور ده جواكي عشان تبداي تتحركي او تتأهلي لمرحلة تانية او لمكان تاني هيخليكي احسن. فلو انتي عندك شعورين او 3 او 4 او حتى 1 او كل المشاعر دي اللي انا ذكرتها في الحلقة النهاردة، يبقى اعرفي كويس قوي ان دي اشارات معناها ان ربنا بيجهزك لمرحلة اكبر ومرحلة احسن بكتير قوي من اللي انتي عليها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم النهاردة، واي حد بيمر بمرحلة صعبة او حاجة حاسس انها كبيرة عليه مش عارف يتعامل معاها، يكون الفيديو ده اشارة ليه، عشان انا مريت بكل المراحل دي. انا لسه ما عدتهاش ولسه يعني مش عارفة ايه مستنيني بعد كده، بس انا حاسة ان اكيد كل اللي جاي هيبقى حاجة حلوة. وبس كده انا خلصت. استنوني الحلقة الجاية هنزلها قريب، ممكن بكرة او بعد بكرة، اتكلم في موضوع جديد ان شاء الله يعجبكم. انا كده خلصت. باي.